كبزنس المفروض انت تكوني بتستخدمي كل الوسائل الحديثه عشان تبتدي انت تكبري البيزنس بتاعك. ده معناه ان انت عايزه انت تستخدمي الاي اي في البيزنس بتاعك علشان تكبري البيزنس بتاعك وتبقي فاهمه بالظبط ايه هي الحاجات اللي انت محتاجاها عشان البيزنس بتاعك يكبر. فانت ممكن في صناعه المحتوى تستخدمي الاي اي، ممكن ان انت في التسويق بتاعك كله تستخدمي الاي اي، فبدل ما يكون عندك موظفين يكون عندك اي اي بتدفعي له مثلا $200 في السنه كلها ويعمل لك هو كل الشغل. الموظف اللي انت كنت بتجيبيه بيعمل لك الشغل بتاعه. العالم دلوقتي بيتقدم وكل الحاجات الجديده عماله بتحصل حواليكي، وانت لازم 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 تستخدمي التولز الجديده عشان تستفيدي بيها وتوفري كمان فلوس عندك في البيزنس بتاعك. الكورس بتاع الريلز بيعلمك تستخدمي الاي اي في صناعه المحتوى، ازاي ان انت تستخدميه في كل المراحل بتاعه صناعه الاستراتيجي بتاعتك، عشان بدل ما يكون محتاجه ان انت يكون عندك موظفين وناس تساعدك، انت خلاص معاكي الاي اي يقدر ان هو يساعدك في البيزنس بتاعك، والحاجات اللي لازم بني ادمين يعملوها انت اللي هتعمليها بنفسك، فدوت هيشيل عليكي نص الشغل. لو عايزه تعرفي ازاي تدخلي الاي اي في البيزنس بتاعك في الاستراتيجي بتاعه الريلز ماركتنج بتاعتك، احضري الكورس بتاع الريلز بتاعنا. الكورس دوت هيساعدك ان انت تستخدمي الاي اي في صناعه المحتوى بتاعتك. عشان تعرفي تفاصيل اكتبي ريلز في الكومنتس وهبعت لك التفاصيل.